لقد عدت. جيش ويل إيلي، مرحبا بكم في قناتنا المعروفة باسم ويل إيلي، وإن شاء الله تكونوا بخير. شكرا من جوات قلبي على كل التعليقات المحفزة والظاهرة الآن الشاشة، وحتى اشتراكاتكم الجديدة. يعني شكرا على دعمكم. يعني في شهرين، أقل من شهرين، حققنا 1000 مشترك، وهذا بفضل الله تعالى ثم بفضلكم. فيديو اليوم راح يوصلك إلى الماستر في كلاش سكواد. راح تقول لي يعني كيف يا ويل راح أصعد لي الماستر في كلاش سكواد وأنا أحلمي فقط أصعد لي الهيرو؟ أنا راح أقول لك تابع الفيديو للأخير، راح تفهم وراح توصلها بإذن الله. Let's go. السلاح اللي معنا اليوم هو سلاح البيتسين. خلينا ندخل الأسلحة ونشوفه. وهو أمامكم السلاح اللي تقدر به تصعد للماستر، حيث أن لهذا السلاح مميزات وعيوب مثل باقي الأسلحة، لكن مميزاته راح تساعدك كثير في الفوز. نبدأ بأول ميزة، وهي أنه لهذا السلاح طرقات كثيرة وسريعة. هذا يعني أن هذا السلاح يخزن 50 طلقة، بعكس الأسلحة الأخرى مثل الMP5 والUMP، وهذا الشيء اللي خلاه من أفضل الأسلحة عند معظم لاعبين فري فاير. أما الميزة الثانية يا عزيزي المشاهد، هي أن هذا السلاح راح يفيدك على المدى القريب والمتوسط فقط، لأن هذا السلاح على المدى القريب راح يدمج حوالي 25 أو 30 دمج في الطلقة الواحدة، أما على المدى المتوسط فراح يدمج حوالي 15 إلى 17 دمج في الطلقة الواحدة. أما الميزة الثالثة في هذا السلاح هو أنك فيك تقتل سكواد كامل بمخزون واحد فقط، يعني مخزون 50 طلقة تقدر تقتل به سكواد كامل دون أن تحتاج إلى تحميل الرصاص مرة أخرى. أما آخر ميزة يا عزيزي المشاهد، أن هذا سلاح سلس جدا، يعني تستطيع أن ترفع الإيم وتجيب هيدشوت بكل سهولة. أما في عيوبه فلم أجد فيه أي عيب سوى شيئين. الشيء الأول هو أنه غير صالح للمسافات البعيدة، يعني إذا كان شخص بعيد يطخ عليك لا داعي لكي تطخها بالبيتسين، لأنه ما راح يجيب لك دمج. إذا كان أصفر راح يجيب لك 7-8، إذا كان أحمر راح يجيب لك 20 على الأكثر أو 27. أما الشيء الثاني هو صعوبة رفع الإيم فيه إذا كان العدو ملتصق بك تماما، يعني يقربك كثير، وبعتقد أنه كل الأسلحة تعاني من عيب مش بيتسين فقط. أما نصيحتي لهذا السلاح هو إذا أردت أن تحترف في سلاح البيتسين عليك أن تخلي السكوب تبعك 2، لأنه هذا الشيء راح يساعدك كثير في القتل. الآن خلونا ندخل تدريب ونجرب هالسلاح بالأحمر وباللون الأصفر.